السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أعزائي مرة أخرى بقناة بناء الأسرة والمجتمع. إذا في هذه الحلقة ديال اليوم غنتحدثوا على واحد الموضوع مهم جدا، وللأسف الشديد بسببه كيوقع الحالات ديال الطلاق كترتفع بواحد الشكل كبير جدا، اللي هو مراحل الاستجابة الجنسية. ونبغي نتذكركم أن الهدف الرئيسي عندنا هو تنوير المجتمع وخلق ثقافة جنسية علمية لدى الرجل ولدى المرأة. وقبل من هذا الشيء ما تنساوش انكم تفعلوا الجرس وتسجلوا الاعجاب ديالكم وتركوا لنا واحد التعليق باش هكذا تشجعونا على نشر المزيد ان شاء الله. والى عجبكم كذلك الفيديو حاولوا انكم هكذا تنشروه وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم بحول الله. اذا اول حاجه غنبداو بها هي غنعرفوا اشنا هي الاستجابه الجنسيه، وهي تسلسل التغيرات الجسديه والعاطفيه اللي كتوقع بطبيعه الحال هكذا عندما يتعرض الزوجين للاثاره. بمعنى في الوقيته فاش كتكون علاقه حميميه هي فاش كتوقع هذه المراحل هذه اللي غنتحدثوا عليها ان شاء الله، وكل مرحله غنبينوها على حده. ومن بعد البحث العميق وجدت أن هناك 4 ديال المراحل بطبيعة الحال حسب المختصين في هذا المجال هذا. كيصنفوا لنا المراحل ديال الاستجابة الجنسية إلى 4. المرحلة الأولى هي مرحلة الإثارة، والمرحلة الثانية هي مرحلة الاستقرار، وغنتعرفوا على الخصائص ديالها. المرحلة كذلك الثالثة هي مرحلة النشوة، وكذلك حتى هي غنتعرفوا على الخصائص ديالها اشنو كيوقع فيها. واخيرا مرحلة الاسترخاء، وكذلك ما غنساوها غنتحدثوا على اشنو كيوقع في هذه المرحلة بالذات. هذا الشيء كامل غير باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا اثناء العلاقة الحميمية بين الزوجين. إذا المرحلة الأولى في الاستجابة الجنسية هي مرحلة الإثارة. بطبيعة الحال عندها واحد مجموعة من الخصائص اللي من بينها سرعة خفقان القلب، وكيزيد معدل ديال التنفس، كذلك انتفاخ البظر والثدي بالنسبة للمرأة، كذلك انتصاب القضيب وإفراز سائل القبل المنوي. ثم كتجي المرحلة الثانية وهي مرحلة الاستقرار. وكتميز لنا هذه المرحلة هذه بزيادة التوتر ديال العضلات، وكيحدث كذلك تسنجات بالنسبة للعضلات ديال اليد وديال الساق، ثم تضخم في المهبل وتغير اللون ديالو اللون الأرجواني الداكن بسبب التدفق ديال الدم. الحالة الثالثة وكتعتبر هذه المسألة هذه أقصر بالنسبة للزمن بعلاقة مع باقي المراحل. علاش؟ لأنها كتعتبر الذروة ديال الاستجابة الجنسية، وخلالها كيحدث لنا انقباض هكذا لا إرادي في العضلات، ثم انخفاض مفاجئ للتوتر، ثم عودة الأجهزة التناسلية هكذا الوضع ديالها الطبيعي. واخيرا المرحله الرابعه وهي مرحله الاسترخاء، وكتميز لنا بان الجسم كيعود بشكل تدريجي للمستوى الطبيعي، وكذلك الاعضاء التناسليه، ويتم خلالها الشعور بالراحه ثم الارهاق. احبائي الكرام، الى هذه اللحظه هذه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انتظرونا في حلقه اخرى. كما نشكركم على وفائكم، وبطبيعة الحال إلى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش ترك تعليق والإعجاب بالفيديو، مشاركته هكذا مع الأصدقاء ديالكم حتى يستفيد أكثر عدد من الأشخاص.